بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. تلامذتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء تربوي نشتغل فيه معا على تصحيح امتحان جهوي لمادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة الثانوي إعدادي، وهو الامتحان الجهوي الخاص بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دار البيضاء سطات دورة يونيو 2023. لتحميل هذا النموذج يمكنكم تنزيله من صندوق الوصف والاشتغال عليه مسبقا، ثم مقارنة أجوبتكم مع أجوبة هذا الشرح. حتى لا نطيل، نذهب معا إلى الوضعية الاختبارية، والتي يقول سياقها: يسعى كل مسلم إلى تزكية نفسه وتطهيرها من كل الموبقات والرذائل، إلا أن فهم سبل التزكية يختلف من شخص لآخر، حيث يرى بعضهم أن تزكية النفس تتحقق بمعرفة الله من خلال النطق بالشهادتين، ولا تشمل الأعمال المرتبطة بمختلف مجالات الحياة، إذ في نظره تبقى عملا شخصيا بما في ذلك علاقة الإنسان بمجتمعه وبيئته وتعامله مع غيره، في حين يرى آخرون أن تزكية النفس تتحقق بتدبر القرآن الكريم والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، وتطهير النفس والعمل على إشاعة روح التكافل والتعاون وتمثل قيم السلم والتعايش، انطلاقا من شمولية الإسلام عقيدة وشريعة، وانسجاما مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما شاع الانحراف إلا نتيجة الفصل بين عقيدة الإسلام وشريعته. لدينا مع هذا السياق سندان. يقول الله سبحانه وتعالى في السند الأول من سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أما السند الثاني وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بعدما قرأنا سياق الوضعية والأسناد المرافقة لها، نذهب إلى أول سؤال، وفيه: حدد المشكلة التي تعالجها الوضعية. ولا شك أن الوضعية تعالج المشكلة التالية: نقول إما اختلاف الآراء، أو تباين الآراء، أو تعدد الآراء حول طرق تحقيق تزكية النفس. بعد هذا نمر إلى السؤال الثاني، وفيه: عرف ما يأتي تعريفا اصطلاحيا. لدينا تزكية النفس ولدينا التعايش. أما تزكية النفس فهي تحليتها بفضائل الأخلاق، وتخليتها وتطهيرها من كل ما يشينها من الأخلاق السيئة والذميمة. أما التعايش فهو الاستعداد للعيش المشترك مع الآخر المخالف رغم اختلاف الدين أو اللون أو الجنس أو اللسان. ويمكنكم أن تعرفوه بأن يعيش المسلم مع الآخر المخالف حياة تقوم على المسالمة والمهادنة. نمر بعد هذا إلى السؤال الثالث، وفيه: استخرج من الوضعية الموقفين الواردين فيها بأسلوبك الخاص. أما الموقف الأول فهو يعبر على أن تزكية النفس تتحقق بالتزام العقيدة ولا تشمل الشريعة. أما الموقف الثاني وفيه أن تزكية النفس تتحقق بالجمع بين العقيدة والشريعة بما ورد فيها من أوامر ونواه. نذهب بعد هذا إلى السؤال الرابع، وفيه: تأمل السند الأول ثم أنجز المطلوب. ألف: صغ مضمونا مناسبا للسند الأول. ويمكن أن نعطي للسند الأول المضمون التالي:
الغاية من إنزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية الناس إلى نور العلم والتوحيد. هذا جواب السؤال ألف. بعده نذهب إلى السؤال باء، ويقول: املأ الجدول بما يناسب من خلال السند الأول. لدينا مثال عن قاعدة تجويدية، ولدينا اسم لقاعدة تجويدية. فقول ربنا في السند الأول لرؤوف رحيم فيها مثال عن قاعدة الإدغام، وهو إدغام كامل بلا غنة. أما المثال عن قاعدة المد المنفصل فهو قول ربنا سبحانه وتعالى عبده آيات، مد هاء عبده قبل حرف الهمزة فهو مد منفصل، فالمد في كلمة عبده وسبب المد وهو الهمزة في كلمة آيات. نمر إلى السؤال الذي يليه وهو السؤال جيم، وفيه: موظفا مكتسباتك بين المقصود من قول الله تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والمقصود بهذا المقطع من الآية أن القرآن الكريم نور وهداية للناس، يرشدهم إلى الإيمان الصحيح المقرون بالعمل الصالح المؤديان إلى التزكية، والتي تؤدي بصاحبها إلى عيش الحياة الطيبة المخرجة لهذا الإنسان من وحل الجهل والشرك. هذا مقصود مما يدل عليه هذا الجزء من الآية، ويمكنكم أن تعبروا بأي تعبير آخر في هذا المعنى أو ما تتضمنه الآية. نذهب بعد هذا إلى السؤال الخامس، وفيه: ورد في الوضعية أن تزكية النفس لا تتحقق بالأعمال المرتبطة بمجالات الحياة، بما في ذلك علاقة الإنسان بمجتمعه وبيئته. ألف: الإنفاق التطوعي والواجب شكلان من أشكال تنظيم علاقة الإنسان بمجتمعه. املأ الجدول بما يناسب. لدينا جدول من خانتين أفقيتين، الخانة الأولى فيها نوع الإنفاق ومقصد من مقاصده الاجتماعية ومقصد من مقاصده الروحية، ونوع من أنواع الإنفاق الواجب، والمطلوب منا البحث عن غاية من غاياته الاقتصادية، والبحث عن تدبير من التدابير العملية يحقق مقاصده. نرجع إلى النوع الأول، نوع من أنواع الإنفاق التطوعي، ويمكن أن نمثل له بالصدقة. أما مقاصدها الاجتماعية فمن مقاصدها تحقيق التضامن داخل المجتمع. أما مقصد من مقاصدها الروحية فنكتب مثلا التقرب إلى الله. أما الإنفاق الواجب فهو أنواع كثيرة، منها الزكاة، ولها غايات اقتصادية، منها تحقيق التنمية الاقتصادية. أما تدابيرها العملية المحققة لمقاصدها فمنها مثلا إشراف الدولة على جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. بعد هذا نذهب إلى السؤال باء، وفيه: مستثمرا السند الثاني حدد العلاقة بين تزكية النفس والحفاظ على البيئة مع التمثيل بمثالين اثنين. أما تحديد العلاقة فنقول: المحافظة على البيئة عمل صالح وأثر من آثار الإيمان الصحيح، وتحلي المؤمن بهما يثمر تزكية النفس. أو يمكنكم أن تكتبوا مثلا: تزكية النفس أثر من آثار الإيمان الصحيح الذي يؤدي بصاحبه إلى رعاية الحقوق، ومنها حق المحافظة على البيئة. ومن أمثلة المحافظة على البيئة المثال الأول: ترشيد استعمال الثروات الطبيعية. أما المثال الثاني فنكتب مثلا: التشجيع على الغرس والتشجير. بعدما أجبنا عن مهمات السؤال الخامس نمر إلى السؤال السادس، وفيه: ورد في الوضعية أن تزكية النفس تتحقق بتمثل أحكام القرآن عقيدة وشريعة وإشاعة روح التكافل والتعاون. املأ الجدول بما يناسب. لدينا جدول فيه النص القرآني من سورة الحديد، والخانة الموالية فيها القيمة أو الحكم المستفاد. لدينا في الخانة الأولى
الحكم المستفاد من آية قرآنية مقررة من سورة الحديد، وهو وجوب الإيمان بالله. والآية المناسبة لهذا الحكم هي قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. أما الخانة الثانية ففيها آية قرآنية من سورة الحديد، وهي قول الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذه الآية فيها مجموعة من القيم، منها قيمة التوحيد أخذناها من اسم الجلالة الله، وفيها أيضا قيمة الإيمان وأخذناها من قول الله عز وجل: آمنوا. وفيها أيضا قيمة الخشية، قول الله عز وجل: تخشع. فهذه بعض القيم المستفادة من هذه الآية. أما الخانة الثالثة ففيها قيمة المصارعة لفعل الخير، والآية المناسبة لهذه القيمة هي قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا نكون قد أنهينا أجوبة السؤال السادس. نمر بعده إلى السؤال السابع، وفيه: ما رأيك في من يرى أن تزكية النفس يمكن أن تتحقق بالالتزام بالعقيدة دون الشريعة مع الاستدلال بنص قرآني من سورة الحديد؟ ونقول مثلا: أنا لا أتفق مع من يرى بأن تزكية النفس يمكن أن تتحقق بالعمل بالعقيدة وحدها دون الشريعة، إذ لا يحيي المسلم الحياة الطيبة ولا يفلح في الآخرة إلا إذا جمع في تقربه إلى خالقه بين إيمانه بالله والتزامه بأحكام الشريعة، كما في قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نمر بعد هذا إلى السؤال الثامن، وفيه: تتحقق تزكية النفس بإشاعة روح التكافل والتعاون وتمثل قيم السلم والتعايش. ألف: أذكر بندين من البنود المؤسسة لقيم السلم والتعايش في وثيقة المدينة. من البنود المؤسسة لقيم السلم والتعايش في وثيقة المدينة نذكر: حرية ممارسة الشعائر الدينية، أيضا التناصر والتناصح في البر دون الإثم، وغيرها من البنود المؤسسة لقيم السلم والتعايش في وثيقة المدينة. نمر بعد هذا إلى السؤال باء، وفيه: من وظائف إمارة المؤمنين تحقيق التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، بين ذلك معززا جوابك بمثال مناسب. ونقول: لإمارة المؤمنين وظائف وغايات متعددة، منها توحيد المجتمع وتحقيق التعايش بين مكوناته رغم اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم وأديانهم. فالمجتمع المغربي يعيش تحت مظلة إمارة المؤمنين التي تحقق التعايش بين أبنائه والأجانب، ومما نمثل به على ذلك التعايش الحاصل بين المسلمين واليهود المغاربة، كذلك تمتيع الأجانب بنفس حقوق المغاربة. هذا جواب المهمة باء. نمر بعده إلى جواب المهمة جيم، وفيها: من وسائل ترسيخ قيم السلم والتعايش الإنفاق في سبيل الله. استدل بنص قرآني مناسب من سورة الحديد يشجع المتصدقين على الإنفاق في سبيل الله. والنص المناسب وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بعد انتهائنا من الإجابة عن مهام السؤال الثامن نمر إلى السؤال التاسع، وفيه:
مستعينا بما اكتسبته من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، حدد موقفك من الموقف الثاني في الوضعية مع التعليل. ويمكن أن نقول في جواب هذا السؤال: أنا أتفق مع أصحاب الموقف الثاني القائل بأن تزكية النفس تتحقق بالجمع بين العقيدة والعمل بالشريعة، وهو ما دل عليه حديث الوصايا ال9 عندما نص على الجمع بين توحيد الله وعدم الشرك به وأداء مختلف عناصر الشريعة، مثل أداء العبادات وبر الوالدين وحسن معاملة الأبناء والزوجة والابتعاد عن الخمر وقتل النفس وطاعة ولي الأمر وحماية الوطن. وبجوابنا عن هذا السؤال تلامذتي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء التربوي. وإذا كانت عندكم أسئلة أو استفسارات أو توضيحات يمكنكم تركها في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ومعارفكم، والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منا. وإلى لقاء آخر بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.